جماعة النهارده هاعمل شطرنج بشكل جديد وهاعمل له باكج كامل هيبقى جامد أوي بجد. وأول حاجة عملت كوباية ريزن وحطيت عليها اسود مايك علشان أعمل أول مربعات في البورد بتاعة الشطرنج، ولما نشفت عملت ريزن أبيض بس بيج في نفسه كده وشفاف شوية وصبيت الباقي، وبلون أتقل شوية عملت تشبيحات علشان طعمها يبقى زي الرخام كده وشكلها تطلع جامدة. وعلشان أعمل القطعة نفسها صبيت ريزن اسود لمعته روز جولد في كل القوالب، وأنا هنا بصب جيش شطرنج مش طقم واحد. واللون التاني عملته شفاف خالص علشان يبقى زي قطع الإزاز كده. وعلشان برضه أعمل الضمنة صبيت طقم اسود وسبته دقيقتين ينشف خالص، وبعدها عملت كل النقط بالابيض وطبعت اسم البراند على كل الكروت واديت لهم طبقه شفافه علشان يبقى الاسم كانه محفور جوه كل قطعه. وعلشان اعمل بورد الضمنه فصلناها خشب مقاس 60 في 60 وفيها مكان للكروت، وعملت اخضر بينور في الضلمه وصبيته على الفريم بس عشان البراند ده الوانه الاساسيه اسود في اخضر وعشان الفريم ينور في الضلمه. وعملت الحروف اللي بالاخضر برده وطلعت شغاله جدا، فخدت منهم حرف وثبته مع باقي اللوجو وحطيت الامضه تحت على الشمال، وبعدها غطيت كل ده بطبقه ريزن شفافه بس النتيجه طلعت زي الزفت فصنفرتها وعملتها تاني من الاول وظبطتها بالهيت جان والتورش علشان النتيجه تبقى زي المرايه كده. وقطع الشطرنج بعد ما نشفت فكيتهم والجيش كله طالع ولا غلطة بجد، فصنفرنا كل القطع وظبطناهم علشان يتقسموا طقم بعدين. والبورد بعد ما نشفت طلعت خزعبلية بجد، فعملنا بوكس خشب للشطرنج بشكل جديد وثبتنا عليه لوجو البراند ومن جوه متغطي بشموع علشان خايفين على مشاعر القطع. وفي الاخر رتبت كل حاجة في مكانها ودي كده النتيجة وده شكل الطقم بجد. عايز اعرف رأيكم جدا واعمل الوان ايه تاني، وفولو لايك لو عجبك الفيديو.